بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وبألف خير يا رب. الفيديو تاع اليوم درت عرضة صديقتي وحبيبتي لنوجه لها تحية، نقولها حبيبتي ما نورتيني، وربي يحفظك إن شاء الله، ربي يدوم عشرتنا إن شاء الله يا رب العالمين. مالغري درت عرضة بسيطة كما راكم تشوفوا، لكن في هذا الفيديو راح نقدم لكم برك مقتطفات وكيفاه نظمت وقتي. شوفوا، اولا في الليل كما راكم تشوفوا هنا كنت مديره قطع قليله من اللحم، كنت راح نصور لكم بهم فيديو. على كل حال كنت راح ندير عشانه عادي، يعني كنت راح نصور لكم وصفه. بعد ما اتصلت مع صديقتي وعرفت انها جايه، كما راكم راح نشوفوا فيما بعد راني ضعفت الكميه تاع اللحم تبلته في الليل كما راكم تشوفوا. وشوفوا اللحمة تاعكم على قد ما تبلتوه، على يعني قد ما كان مدة طويلة في التتبيلة تاعكم راح يجيكم بنين بزاف ويجيكم طري. واذا قدرتوا ديروا الماكسيموم كي تكون عندكم عرضه، كاين حوايج بحال التفاصيل اللي هما تافهين لكن يديو منا وقت كبير بزاف. يبقى نتوما كي يكون جايكم ضيف حاولوا قدر المستطاع توجدوا من قبل، وفي اليوم التالي ديروا مسحه خفيفه للدار تاعكم، نمسحوا شويه هكذا لا بوسيير، وديروا وقت لرواحكم اكيد. شوفوا هنا اللحم تاعي بعد ما تبلته وغلفته بالبابي فيلم، وراح يبات ليله كامله في الثلاجه. هذه التحضيرات راح تنقص عليكم بزاف. شوفوا هنا كاينه تدبيره حبيباتي، حبيت نبارطاجيها معكم، واول مره درتها ويعني فعلا نجحت لي. البنان غلفته بالبابي فيلم من الاعلى كما راكم تشوفوا، باه يحافظ على الشكل تاعو وما يتغيرش اطول مده معكم. شوفوا هنا بعد ما كنا تعشينا وغسلنا معنا وكانوا كامل رقدوا، انا رحت بديت في التحضيرات تاعي. كما شفتوني اولا تبلت اللحم تاعي، بعدها خدمت هاد لي تارتولات، والوصفه جاتني اكثر من رائعه. واحد لي تارتولات تحبوا تخدموهم يضاهيو معكم اكبر مده، يعني حتى تحبوا تخدموا كونتيتي كبيره وتحطوها في الكونجيلاتور، في البورتمونجي في الكونجيلاتور، ما راح يصرى لها والو. واحد لابات قدمت لها واحد الكريمه بكريم كراميل رائعه، اكثر من رائعه، والكريمه تاعها جات خفيفه بزاف. شوفوا جميع هذا الفيديو فقط مقتطفات. الفيديو القادم راح نولي كل مره نبارطاجي معكم وصفه بالتفصيل الممل باذن الله. قلت لكم سبقت حضرت لي تارتولات تاعي هنا بعد ما طابوا، شوفوا كيفاه جاوني طايبين ما شاء الله. وايضا كنت حضرت الكريمه كريم كراميل كما راكم تشوفوا، وخليتها هي ايضا تبرد طري بيان في الثلاجه. غلفتها بالبابي فيلم هي ايضا، وخليتها بس ليله كامله في الثلاجه. صباح فقط ضفت لها الكريم شانتي ودرت لها او بوشيتها في لي تارتولات تاعي. ايضا رحت في الكاسرول تاعي، حطيت الماء، القليل من الزيت القليل من الملح، خليته له في اعلى النار. بعد ما غلى حطيت عليه الارز تاعي. شوفوا انا حطيت رشه من الفلفل الاسود. قلت لكم غلى الارز تاعي، بعد ما طاب شللته ونحيته. ايضا قطعت البطاطا مكعبات صغيره والجزر مكعبات صغيره، القليل من الملح القليل من الفلفل الاسود. ولما طابوا شوفوا حطيت الارز الجزر والبطاطا، الزيتون اللي كنت غليته وقطعته، لو كان عندكم المايز احسن، الجلبانه ايضا رأي مدوا نكهه مليحه، انا ما كانش عندي للامانه. حطيت 2 ملاعق كبار من المايونيز و2 ملاعق كبار من الجبن، وضفت عليهم ايضا علبتين من الثوم، خلطتهم ايضا جيدا، حطيتهم باتوا هما ثانيه، حطيتهم في البورتمونجي وخبيتهم في الفريشيدير. قلت لكم هذه التحضيرات راح يساعدوكم بزاف 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 في العرضه تاعكم. راح تلقى يسمى كما نقولوا حنا الميناج. لازم انا نفضل انا شخصيا نحبش ندير الميناج تاعي في الليل، بس كما راكم تعرفوا الاولاد الداخل الخارج
يبقى لازم قبل ما يجي ضيف تاعكم تبداو بالميناج وتروحوا للكوزينه تكملوا الاطباق تاعكم بكري كيما درت انا صراحه. شوفوا هنا راهي الوحده الساعتين عفوا، انا كنت هنا كملت السياق تاعي، ما بديتش سيقت بكري صراحه، ل11 سيقت ساعتين اللي كملت وبديت نحضر في لي بلا تاوعي. اولا سبقت بالمونشطو صوتي في لاكوكوت مع اللحم. هذه الوصفه واش جات بنينه مالغري انا مانيش من محبي المونشطو، لكن للامانه جاتني رائعه. واستخدمت هذاك اللحم قطعتين صغار من اللحم، هذاك اللحم اللي كنت مارينيتو في الليل، عفوا كنت تبلته في الليل. بعدها مباشره بديت نخدم في اللحم. انا حطيت اللحم حمرته في الفرن، جاني واحد اللحم ما رائع. ولكن للامانه وللصدق ما ننصحكمش طيبوا في هذا البلاطو تاع الحديد، طيبوا في تاع الدجاج. انا سبق لي وحضرت هذه الوصفات من قبل، يعني الامانه تاع البلاطو هذاك تاع الدجاج هذاك ما يخليش الخضر تاعك تلصق لك. وايضا للامانه راني بدلت فيما بعد بدلت البلاطو، حطيت فيه تاع الدجاج وجاني اللحم ما شاء الله، جاني طايب وجاني الجو رائع. يعني الضيوف تاعي الحمد لله عجبهم بزاف. حطيته طاب اللحم تاعي. شوفوا هنا كانت المونشطو تاعي صوصي طابت كيما راكم تشوفوا، جات ما شاء الله تشهي. بعدها مباشرة هذا روز اكسبريس، أرز بنين راقي وذوقه خرافي 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 ومليح بريزونطابل للعرضات، هايل هايل هايل. ننصحكم به. الأرز بالشعرية ولا الفرميسال فيما بعد راح نبارطاجي معكم الوصفة أيضا بالتفصيل. السلطة تاعي كما راكم تشوفوا حطيتها غلفتها بالنيلون حتى نجاو ضيافي، فقط حطيت فوقها الفينيغريت كما راكم تشوفوا. ايضا الخضره تاعي درت لها تزيين بسيط كما راكم تشوفوا. انا هنا كانت الخمسه سيبون ديجا كان كلش طاب، الاغلبيه كلش طاب واللحم تاعي كان يطيب. بعدها انا رحت درت حمام خفيف. وهنا حبيباتي كانت جات الضيفه تاعي، قصرت معها القصره تاعها ما تستشبعش، ربي يحفظها. وشوفوا نتمنى من كل وحده في الفيديو هذا دعوه في ظهر الغيب مستجابه ودعوة الغريب مستجابة. نتمنى من كل أحبائي في هذا الفيديو. شوفوا هنا ضيفة تاعي وهي ما هيش ضيفة، هي راهي مولاة الدار، راهي توجد في لاطابل. نتمنى أنكم ترفعوا يدكم إلى السماء وتدعوا لها بالذرية الصالحة، ربي يفرحها آجلا غير عاجل. ارفعوا يديكم رب العالمين وادعوا الإكرام، قولوا يا رب إكرام يرزقها ربي بالذرية الطيبة، إنسانة ما شاء الله نحبها بزاف بزاف، تستاهل كل خير. من هذا المنبر نقول لك إكرام نحبك بزاف وربي يفرحك إن شاء الله. نتمنى من متتبعاتي يدعيوا لها، وإن شاء الله يا ربي يفرج على كل ولية، وربي ما يحرم حتى إنسانة من الذرية طيبة. ربي يفرحكم وربي يعمر حجوركم يا رب العالمين. ومام هي اللي حطت لي بلاف، حطت الأرز واللحم حطتهم في لي زاسيات. والديكور راهو الديكور تاعها، هي جات مسكينه عاونتني في كلش للامانه، غسلت لنا نقول لها إكرام ربي يحفظك وربي يدوم عشرتنا ان شاء الله يا رب العالمين. هذه هي نهايه الفيديو تاعنا. نقول لكم كالعاده ما تنساوش تصلي وتسلموا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش دعموني، جيم بارطاج كومنتير.